شيء، جاله من ابشع السرطانات. هذه رئات حقيقيه حق اشخاص مدخن، حق شخص مدخن، وهذه رئه حقيقيه سليمه حق شخص غير مدخن. طبعا هذا المدخن جاله من ابشع السرطانات. البياض اللي موجود على الرئه هنا هذه ماده السرطان، السواد اللي موجود على الرئه هذه ماده القطران اللي يستخدمونها في سلة الشوارع. هذه الماده فيها 55 ماده شديده السميه. لو اخذت من الماده هذه في راس ابره حطيتها في وريد اي شخص حاله تفاعل فور. الكميه المتجمعه هنا عندك هذه كميه حق شخص دخن 10 سجاير في اليوم لمده سنه. يعني اي مدخن يدخن نص باكت في اليوم 10 سجاير لمده سنه، نفس الكميه دي يشيل على رئته. سرطانات الرئه وسواد الرئه بسبب هذه الماده. هذه الماده من اكبر المواد السامه في الدخان، ما بين 400 ماده سامه. وبرضه النشوق والشمه تسبب تشوهات في الاسنان، صفار الاسنان، ولا قدر الله تجلب السرطان برضه. هذه النشوق اللي الواحد يستهون فيها يقول شيء بسيط احط هنا، هذه تسبب السرطان. في كثير ناس توفوا واستهانوا بها وجابت لهم السرطان. هذه الماده هذا الموجود داخل الاسنان، هذا هو الفك. هذا مجسم للفك اللي هو الفك المنشق او اللي يستخدم الشمه بجميع انواعها. وبرضه الام الحامل المدخنه او المشيشه، طبعا هذه الام تعتبر مهمله، ابنها يطلع عنده تشوهات، نقص مناعه، ربو، الابن ما يطلع سليم بسبب اهمال امه وتدخينها وحشيشها وتدخينها ومعسلها لجنينها. طبعا الجنين معروف يتغذى على اي شيء تستخدمه الام. وبرضه الام المرضعه المدخنه، طبيعي الام الطبيعيه ترضع ابنها حليب ابيض صافي، لكن الام المرضعه المدخنه ترضع ابنها حليب نفس اللون هذا، لون اصفر مخلوط بالنيكوتين والسموم. يكبر الطفل وعنده النيكوتين والسموم بدون ما يدخن عن طريق الام. وعندنا نحن عيادات، اي احد حاب يتعالج عندنا عيادات ثابته في المطار القديم شارع عبد الله السليمان. اللي حاب يوصل 6 جلسات كل يوم نص ساعه في 6 ايام، سحب نيكوتين وتكريها شيء في ريحه اللي يتعاطاه، ان كان نشوء او شم او حشيش، بدايه حشيش او كان من دخان او معسل او جراب. حياك والله.